السلام عليكم وحلقة جديدة مع الدرع. عندنا حلقة نار مليئة بالأخبار. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنخش في العناوين ومنها إلى التفاصيل. أخيرا ممدوح عباس بيقول للزمالك وإدارته ابعدوا عني، خلاص مفيش فلوس تاني، الحنفية اتقفلت. ثم تكذيب مدحت العدل اللي طلع وقال ان زيزو كذاب وان ما حصلش انه جاله عقد ب6 مليون دولار، وظهر المستند اللي بيأكد ده. هنخش ونرد على الكلام ده كله، وفي الاخر حبة الكريز الاصلية مش بتاعة التفويت واهدار ضربات الجزاء. 100 مليون جنيه عائد تقديم اعلان فقط. احمد سيد زيزو في النادي الاهلي، واللاعب وصل لامريكا وسط حفاوه شديده من جمهور النادي الاهلي الموجود هناك، واستقبال حافل من زمايله في الفرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه جديده يا رب تنول اعجابكم. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم، وانصر اهلنا في فلسطين، واعز الاسلام والمسلمين، واحفظ مصر والامه العربيه والاسلاميه اجمعين. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنخش في التفاصيل. ممدوح بيه عباس اللي طلع تويته فجرت الدنيا وقال لك ابعدوا عني، انا اخر فلوس هحطها هي الالتزامات اللي انا قلت هدفعها وتنتهي بنهايه كاس مصر. بعد كده اللي جاي مش بتاعي. طب بعد كده الزمالك على فين؟ لما الزمالك دلوقتي وممدوح بيه عباس كان في ظهره وبيحط فلوس ووصل للمرحلة المزرية ديت، وخرج من السباق تماما ما بين دوري. طبعا الكاس اتفوت له كرد جميل علشان المطبلاتية والهتيفة اللي كانوا راحوا البيراميدز عشان يشجعوه، وعلشان التضامن اللي حصل بين الزمالك العشق مش عارف الممنوع والكلام دوت. فدلوقتي بيقابله مأزق كبير جدا، وهو تخلي ممدوح عباس عن الزمالك. بعد كده شوفوا مواردكم، شوفوا هتجيبوا فلوس منين، هتفكوا كيد منين، وشوفوا الصفقات هتيجي ازاي. طيب يا كابتن ممدوح او يا استاذ ممدوح، حضرتك طلعت بعد صفقة زيزو الحراقة وانتقاله للنادي الاهلي وعدت جمهور الزمالك بانك انت هتجيب له صفقتين تقال. هل ده كان كلام على فيسبوك او تغريدة على تويتر اختفت من على ارض الواقع؟ هل جمهور الزمالك هيقبل ده؟ هل جمهور الزمالك هيفضل ساكت على فشل ادارته الذريع؟ هل بعد تخلي ممدوح بيه عباس هل حد هيجي يشيل الشيله المايله اللي موجوده في نادي الزمالك؟ اعتقد انتهى الدرس واندثر التاريخ، بل ويعني البقاء لله انتقل الى الامجاد السماويه او رحمه الله. نادي الزمالك للالعاب الرياضيه، والعزاء هيتعمل في 100 عقبه بعد انسحاب ممدوح بيه عباس من دعم نادي الزمالك. هنخش على النقطه الثانيه، مدحت العدل اللي بعد حوار زيزو الساخن الكبير امبارح اللي ظهر الاكاذيب والتزييفات اللي كانت بتعملها اداره الزمالك ولجنه التخطيط الوهميه من حازم امام وميدو اللي انفجروا فرحا في كاس مصر وجريوا وهللوا مع الجماهير وتناسوا تماما ان هم في استديو محايد. مش مهم، المهم ان مدحت العدل قال لك لا، زيزو ما جالوش عقد ب6 مليون دولار، وطلع كذب وقال لك ان هو كذاب، وان المتحدث الرسمي بتاع الزمالك قال لك ايات المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف. طيب الوعود دي يا كابتن اللي انتوا اخلفتوا فيها، فمش زيزو المنافق. التزييف والكذب اللي بتكذبوه مش زيزو الكذاب، ولا زيزو اللي بيدعي ان هو حبيب الزملكاويه ثم بقى حبيب الاهلاويه. زيزو فضل مستنيكم سنه بحالها بتشتموه وبتسوفوا معاه ومش عايزين تدوا له حقوقه ولا تجددوا له، فعشان كده انتقل للنادي الاهلي. ظهر الخطاب اللي بيظهر كذب مدحت العدل. قال لك اعلى عقد جاله كان 2 مليون دولار من نادي سعودي، وانفرد يلا كوره بنشر الخطاب المرسل من النادي السعودي نادي الشباب بطلب زيزو ب6 مليون دولار مختوم
وممضي من نادي الشباب. فده بيظهر قد ايه العجز والشلل التام اللي فيه المنظومه الزملكاويه، قد ايه حاله القهر اللي انتابتهم، قد ايه الصفقه حرقه، قد ايه خدوا قلم عمرهم ما ينسوه من صفقه احمد سيد زيزو. ومش هقولوا عليها صفقه القرن، لان صفقه القرن الحقيقيه هو الكابتن محمود الخطيب، اللي كل فتره لازم بيدي اداره الزمالك وجمهوره واعلامييه وكل المنتمين للكيان الابيض قلم على وشهم، يفوقهم ويصحيهم، يعرفهم مين هو النادي الاهلي بفضل الله، ومين هو محمود الخطيب اللي اتهموه في شرفه وفي ذمته الماليه، واللي شتموه واللي هاجموه واللي دعوا عليه واللي اتمنوا له امراض خطيره. ربنا بيكرمه وبينصره وبيخطف صفقه العمر من نادي الزمالك وهي احمد سيد زيزو. فدلوقتي انكشف كده الناس اللي بتدعي ان هو ما جالوش عقد، مدحت العدل وامثاله وشاكلته. طبعا كل الاحترام لكل الناس، انا بتكلم زي للي زيه اللي قال لك انه زيزو بيكذب. لا، زيزو كل كلامه مظبوط وصحيح 100%، وانتم لا عزاء لتاريخكم الممحي الممسوح مستقبلا والمتمثل حاليا في دعمكم للنادي السماوي بيراميدز. هنخش على الجانب المضيء في الحلقة، وهو أحمد سيد زيزو اللي النهاردة شفناه يوصل أمريكا وسط حفاوة واستقبال كبير وتصوير هناك على أعلى مستوى. الجمهور العظيم الأهلاوي والجالية المصرية هناك استقبلته أحلى استقبال، والمهندس خالد مرتجي والباشمهندس سمير عدلي وجمال جبر مدير المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي، والقائد العظيم محمد الشناوي، والحراق المشطشط إمام عاشور استقبلوه أحلى استقبال، ودخل في وسط اللعيبة ولا أكنه موجود في النادي الأهلي من سنين. وتخيل عزيزي الفاضل إن لما نقول إن التقديمة بس بتاعت زيزو جابت 100 مليون جنيه. إيه؟ 100 مليون جنيه. هو ده قيمة النادي الأهلي، هو ده إدارة النادي الأهلي، الناس اللي كانت بتنادي وبتقول عايزين الكابتن محمود الخطيب وإدارته يروحوا يعملوا فترة معايشة في نادي الزمالك عشان يتعلموا فن الإدارة. فن الإدارة ليها عنوان واحد فقط لا غير، وهو بفضل الله النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي عمل استاد، النادي الأهلي اللي خد أهم لعيبة عندك، النادي الأهلي اللي عامل صفقات نارية، النادي الأهلي اللي في آخر 7 سنين واخد 5 دوري أبطال أفريقيا وخسران 1 بفعل فاعل، النادي الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية 5 سنين ورا بعض. ومش هنتكلم في التاريخ اللي فات، احنا بنتكلم في الحاضر القريب، الماضي القريب. تمام؟ النادي الأهلي اللي بتسأله فلوسه بتيجي منين؟ من مشيئة الله وتوفيقه، اللي جعلها متمثلة في إدارة تعرف تخطط، تعرف تعمل شراكات قوية مع شركات تدعم النادي الأهلي وتموله. والأول مرة شركات تمويل ودعم للنادي الأهلي تخش في صفقة لعيب. متخيلين النادي الأهلي وصل لأنه مرحلة من التخطيط الجيد ومن الإدارة الممتازة، إن هو يعرف يستثمر في لعيب جاي له ببلاش، خد من وراه 100 مليون جنيه. ده حاجة مبدئية. لسه حلقة إبراهيم فايق، لسه إعلان المستشار الحراق تركي آل الشيخ اللي عامله في فيلم 7 دوجز، لسه هتشوفوا التيشيرت بتاع زيزو اللي هيتباع، الصورة مع زيزو بفلوس، الحديث مع زيزو بفلوس، كل حاجة مع زيزو بفلوس. النادي الأهلي بقى في حتة تانية خالص، إداريا، إعلاميا، جودة لعيبة من الطراز الفريد. إن شاء الله بكرة الماتش بتاع باتشوكا يا رب نلاقي أداء قوي. طبعا عارفين إن في لعيبة انضمت متأخر، في لعيبة مش هتلعب. إمام عاشور سمعنا إن عنده إجهاد، ولكن في المباشر على أون سبورت شفناه بيتدرب كويس. هل هي شائعة من الشائعات اللي تقلق جمهور الأهلي، أم هي حقيقة وهيستريح يومين وهيبقى بفضل الله سليم؟ عندنا ترسانة أمامية قوية جدا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي والمدرب اللي قال لك أنا عندي شغف وبحب امتلاك الكرة. هل هنشوف ده إن شاء الله بكرة؟ إن شاء الله الأهلي ما يحتاجش وقت طويل للتأقلم، وإن شاء الله تكون مباراة قوية يعبر فيها النادي الأهلي عن الصفقات القوية اللي جابها. وإن شاء الله بكل توفيق للنادي الأهلي، ولا عزاء للناس اللي مسحت تاريخها
واللي تخلى عنهم السند والظهر اللي كان بيمولهم. وريني هتروح فين؟ هل هتتسول من النادي اللي بقى معاك قلبا وقالبا في تيشيرت واحد، ولا هتجيب سبونسرز منين وانت فقير ما عندكش بطولات ولا عندك انجازات ولا اداره مستقره ولا لعيبه سوبر ستارز عشان يجيبوا سبونسر واعلانات زي العفريت الجديد اللي انتقل للنادي الاهلي وهو احمد سيد زيزو، اللي النهارده استمر في كشف الاكاذيب بتاعه اداره الزمالك. خلصت حلقتنا، اتمنى الشير واللايك والدعم. الف مبروك للنادي الاهلي الاعلان عن صفقه زيزو رسميا وانضمامه لمعسكر المارد الاحمر في امريكا. كاس عالم ان شاء الله يكون موفق، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.